تخيل إنك شفت شخص ذكي جدا درس في جامعات كبيرة يشتغل في مجال مالي وفجأة يخسر كل حاجة في صفقة واحدة. وفي نفس الوقت واحد عادي جدا موظف بسيط أو تاجر صغير يبني ثروة كبيرة ويعيش مرتاح طول عمره. ليه ده بيحصل؟ الإجابة مش في الذكاء أو الشهادات، ده في سيكولوجية المال. النهاردة في Edify Reads هناخد رحلة كاملة داخل الكتاب ده لمورغان هاوسل، مش ملخص سريع لكن شرح متصل يربط كل الأفكار مع بعض. خلينا نبدأ الرحلة. مرحبا بيكم في Edify Reads، القناة اللي بنوضح الكتب ونبسط الحكمة عشان نقدر نطبقها في حياتنا. كتاب سيكولوجية المال صدر 2020 وبقى من أكثر الكتب تأثيراً لأنه بيثبت حاجة مهمة: النجاح مع الفلوس مش مرتبط بمعرفة كبيرة أو حسابات دقيقة، ده مرتبط بكيف نفكر ونتصرف. مورغان هاوسل اللي شغل في وول ستريت وكتب عن المال سنين جمع قصص حقيقية من التاريخ والحياة اليومية عشان يورينا إن عواطفنا، تجاربنا وحتى الحظ بيلعبوا دور أكبر مما نتخيل. هنمشي معاه خطوة خطوة في الرحلة دي، من أول ما نفهم ليه قراراتنا تبدو غريبة لحد إزاي نبني حياة مالية مريحة وسعيدة. نبدأ من نقطة أساسية: محدش مجنون في قراراته المالية، كل واحد بيتصرف حسب اللي عاشه. لو نشأت في بيت شاف أزمات اقتصادية زي اللي حصل في السبعينات أو بعد 2011 هتكون حذر جدا، بتخاف تخاطر وبتركز على الادخار. أما لو عشت في رفاهية ممكن تصرف أكتر وتجرب حاجات جديدة. ده مش جنون، ده تجربة. وده يفسر ليه ناس مختلفة جدا بتاخد قرارات مختلفة مع نفس المبلغ. من هنا هاوسل بياخدنا لفكرة مهمة: الحظ والمخاطرة زي وجهين لعملة واحدة. النجاح مش دايما مجهود، والفشل مش دايما تقصير. خد بيل جيتس، ذكي لكن الحظ إنه كان في مدرسة نادرة فيها كمبيوتر. في مصر كتير نجحوا في مشاريع بسبب توقيت السوق أو فرصة جت فجأة. المهم، خد النجاح بتواضع وما تلومش نفسك كتير لو خسرت، بس اتعلم. وبعدين بنوصل لأخطر المش هتكفي أبداً. لما توصل لمستوى معين تبدأ تقارن نفسك بحد أغنى وتجري ورا الأكتر. هاوسل بيحكي قصة مليونيرات خسروا كل حاجة عشان الجشع. في السوشيال ميديا دلوقتي بنشوف ناس بتبان غنية لكن غالباً دي ديون أو مظاهر. الحل: حدد كفاية لنفسك قبل ما تبدأ، دخل يكفي لحياة مريحة، أمان وعيلتك. من هنا الرحلة بتتحول للجانب الأجمل. الثراء الحقيقي مش بيجي من صفقة كبيرة واحدة، ده بيجي من الاستمرارية والتراكم المركب. هاوسل بيورينا إزاي وارن بافيت، أحد أغنى الناس، أغلب ثروته جت بعد سن 65 لأنه بدأ بدري واستمر. فكر فيها كده: لو بدأت تدخر مبلغ صغير كل شهر، حتى 500 أو 1000 جنيه، واستمريت سنين، الوقت هيعمل السحر. في مصر حتى لو شهادات بنك أو استثمار بسيط، الصبر ده مفتاح. لكن الوصول للثراء حاجة والحفاظ عليه حاجة تانية. اللي يجيبك للقمة ممكن يرميك لو ما غيرتش سلوكك. لازم تكون متوازن، جزء مخاطرة عشان تنمو وجزء أمان جدا عشان تنام مرتاح. وبعدين هاوسل بيفتح عيوننا على حاجة: الثراء الحقيقي هو اللي مش ظاهر، مش السيارة الفارهة أو الشقة الكبيرة، ده الفلوس اللي ما صرفتهاش، اللي بتديك حرية. الحرية دي تعمل إيه عايز، مع مين عايز، لما عايز، دي أغلى مكسب للفلوس. كمان لازم نسيب غرفة للخطأ أو margin of safety. الحياة مليانة مفاجآت، فخططك لازم تكون مرنة مش مثالية جدا عشان لو حصل حاجة ما تنهارش. في النهاية الكتاب بيخلصنا لفكرة كبيرة: المال أداة للسعادة مش الهدف. كتير بنفكر إن الثراء هيحل كل مشاكلنا، لكن هاوسل بيورينا إن السعادة بتيجي من السيطرة على وقتك، من العلاقات، من الراحة النفسية. إزاي نبدأ نطبق ده النهاردة؟ افهم تجاربك الشخصية مع الفلوس وعدل قراراتك بناء عليها. حدد كفاية وتوقف عن المقارنة. ابدأ ادخار تلقائي صغير واستمر مهما حصل.
ركز على الحرية، اشتري وقتك مش مظاهر. كن متواضع، اعترف إن الحظ بيلعب دور، وخطط باحتمالات مش بيقين. الكتاب ده مش بيقولك اعمل كده بالظبط، لكن بيوريك إزاي تفكر بشكل أفضل عشان قراراتك تكون أذكى. إيه أكتر حاجة لمستك في الرحلة دي؟ إيه اللي هتغيره في تعاملك مع الفلوس؟ اكتبوا في التعليقات عشان نتناقش. لو عجبك الشرح، اشترك في Edify Reads وفعل الجرس عشان نكمل رحلات تانية مع كتب مهمة. نشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.